براند تاريخه بقاله أكتر من 50 سنة، غير شعاره في يوم واحد وخسر كل حاجة في أسبوع. سنة 2010 شركة جاب، واحدة من أكبر براندات الموضة في العالم، قررت إنها تغير اللوجو فجأة بتاعها من غير ما تسأل أي حد، من غير ما تعمل ريسيرش، من غير ما تفكر حتى. اللوجو الأصلي كان بسيط، كلمة جاب بخط أبيض على مربع أزرق غامق، الناس اتعرفت عليه لمدة 20 سنة. يوم الاثنين الصبح سحر العالم كله على لوجو جديد، نفس الكلمة بس بخط مختلف، خلفية بيضاء عليها مربع أزرق صغير في نفس الشكل، لكن محدش فهمه. ردة فعل الناس كانت كارثة. أول 24 ساعة انتشر اللوجو الجديد على تويتر، الناس بدأت تعمل لوجوهات كاركتر بنفس الأسلوب لأي حاجة. في 6 أيام بس، 6 أيام بس، الشركة اضطرت ترجع اللوجو القديم وتعتذر رسميا. التكلفة كانت $1,000,000 على التغيير، ومليون تاني على الرجوع. تفتكر إيه اللي شركة جاب عملته غلط؟ اكتب لنا في الكومنتات رأيك. هل شركة جاب بس غلطت في إنها غيرت اللوجو من غير ما تستشير عملاء، ولا شركة جاب غلطت في إنها رجعت تاني ودفعت $1,000,000 في التغيير؟ اكتب لنا في الكومنتات رأيك. وبس كده.